بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح لكم برنامج إسلامي جميل. سبحان الله سبحان الله. البرنامج اسمه لا تنسى، أو اختصار لا تنسى ذكر الله. هي دي أيقونة البرنامج زي ما انتوا شايفين. بعد فتح البرنامج أول حاجة تخش على الإشعار. لازم تخلي الإشعار مفعل عشان تقدر تستقبل أذكار الحمد لله وإرشادات الحمد لله. زي ما انتوا سامعين دلوقتي. رقم 2 بتختار اللغة، عربي أو إنجليزي زي ما انت عايز. بعد كده تخش على أذكار، تحدد الأذكار اللي انت حابب تسمعها وترددها ورا البرنامج. أنا محدد الكل زي ما انتوا شايفين. بعد كده بتروح على الإشعارات، ودي أهم مكان. أولا من هنا بتختار انت عايز إشعارات نصية ولا إشعارات صوتية أو الاتنين مع بعض، ومن هنا بتختار مستوى الصوت زي ما انت عايز. أستغفر الله. من هنا تشغيل الإشعار كل قد ايه بالظبط زي ما انت عايز، كل 15 دقيقة، كل 10 دقايق، كل ساعة، زي ما انت عايز. بتظبط زي ما انت عايز. كده بتعمل رجوع. كده لا نقدر إله إلا الله. نقول إن احنا لا ظبطنا إله البرنامج. إلا الله. ومزايا البرنامج إن هو بيقول الذكر مرتين ورا بعض، مرة بصوت منخفض ومرة بصوت عالي. الله أكبر لتحميل الله البرنامج أكبر. هحطلكوا رابط أسفل الفيديو في الديسكريبشن، تقدروا من خلال الرابط ده تحملوا البرنامج. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.